العيال متعبة يا آدم والله. العيال دي متعبة. حلو، أنا عايز يسأل سؤال. يلا بينا، بسم الله. الدرس الجديد بيتكلم عن حاجة اسمها التنفس الخلوي. التنفس الخلوي مش كنا واخدينه في اولى اعدادي؟ وكنا واخدين ان التنفس الخلوي ده عمليه بيحصل فيها الكائن الحي على الطاقه من الغذاء، وتحديدا سكر الجلوكوز. الغذاء وتحديدا سكر الجلوكوز في وجود غاز الاكسجين. طيب طالما العمليه دي بيحصل فيها الكائن على الطاقه، ليه سموها التنفس الخلوي؟ قال لك ما هو الخليه علشان تهدم، كنا كده بنقوله كده، هدم سكر الجلوكوز بيبقى في وجود غاز، فالخليه بتاخد اكسجين شبه التنفس. ما هو التنفس ان الكائن ياخد اكسجين، فزي ما الكائن بياخد اكسجين دي اسمها عمليه تنفس، فلما الخليه تاخد اكسجين شبه التنفس يسموها التنفس الايه؟ كأن الخليه بتتنفس، يعني بتاخد اكسجين خلاص، وتكسر بقى الجلوكوز، وكان بيطلع ثاني اكسيد كربون كناتج لعمليه التنفس الخلوي. طب الاسم بعيد برضه، يعني كان ممكن يختاروا اسم تاني. ما هو دايما العلماء بيدوروا على اسم يكون فيه تشويق، هو مش بيدور على السهل، احنا اللي بندور على السهل، على الحاجه السهله. ولكن العلماء لا، هو بيقول الحاجه اللي هو يقول لك الله يا اسمها تنفس خلوي، ان كأن الخليه بتاخد اكسجين بس مش هتتنفسه، علشان تستخدمه في كسر سكر الجلوكوز وتدينا بقى طاقه وميه وثاني اكسيد كربون، وكانها اخذت اكسجين وطلع، وانت واقف عامل كده. ايه ده؟ طب ما انا هنتلخبط لما نسمع كلمه تنفس خلوي، لان هما في الاول لما العلماء بيقعدوا كده مع بعض ويجي يختاروا حاجه، مش بيبقى الهدف ان هو يختار الحاجه السهله، بيبقى عايز الحاجه اللي فيها تفكير، الحاجه اللي فيها تشغيل دماغ، خصوصا ان ده علوم يعني محتاج تشغيل دماغ. طيب، وبالرغم ان الدرس اسمه التنفس الخلوي، لكن احنا نقعد نتكلم ونمهد عنه حبه حلوين كده، فهنبتدي بالتنفس اصلا الطبيعي بتاعنا، واللي كنا بنسميه السنه اللي فاتت تبادل الغازات. اسم الله عليه. بس كان التعريف بيقول ايه؟ تعريف التنفس السنه اللي فاتت بيقول لك ايه؟ عمليه يحصل فيها الكائن الحي على الاكسجين من الوسط المحيط بشكل مباشر او عن طريق جهاز تنفس فيما يعرف بتبادل الغازات. فقال لك كان مسميه التنفس، وقال لك ان التنفس ممكن نسميه تبادل الايه؟ السنه دي عكسها بقى، قال لك هو اسمه تبادل الغازات، وفي اخر التعريف قال لك الايه؟ التنفس. واخد بالك اساس يعني ايه؟ تسويق. قلبي على تيري تيري، واخد بالك اللي هو يعني ايه؟ بيعمل لك تسويق كده ايه؟ ويبدلها لك يعني. خلاص؟ فبالتالي تبادل الغازات زي التنفس، ان الكائن يحصل على الاكسجين من الهواء الجوي ويخرج او يتخلص من ثاني اكسيد كربون، فده تعريف تبادل الغازات. عمليه حيويه يحصل فيها الكائن الحي على الاكسجين من الهواء الايه؟ ويطلع مين؟ ويتخلص من ثاني اكسيد كربون خلال عمليه التنفس. فالتنفس وتبادل الغازات وجهان لعمله واحده. التنفس ان النبات، ان الكائن ياخد اكسجين ويطلع ثاني اكسيد كربون، وتبادل الغازات ان الكائن ياخد اكسجين ويطلع ثاني اكسيد كربون. فلو كتبت فوق تبادل الغازات هنكتب في الاخر في عمليه التنفس، كتبت زي اولى اعدادي عمليه تنفس بنقول له فيما يعرف بتبادل الغازات. طيب، فحتى الان ما قالش حاجه جديده. طيب، الانسان بيبقى عنده جهاز تنفسي متخصص، اهم مكون فيه هو الرئتين. فالانسان يمتلك جهاز تنفسي متخصص، اهم جزء فيه هو الرئتين. طبعا بقى عندك الرئتين، وعندك القصبه الهوائيه، وعندك الشعيبات الهوائيه، عندك القفص الصدري، بس ده بيحميه يعني. وعندك حاجه اسمها الحجاب الحاجز اللي هو بينزل لتحت مع الشهيق ويطلع لفوق مع الزفير عشان يزق الهواء، ولما حركته بتتبدل بيعمل حاجه اسمها الزغطه، الفواق. خلاص، فتيجي تاخد بدل ما يتحرك لتحت يتحرك لفوق، فبيحصل ان الهواء يدخل يروح هو زق وتقعد بقى تكتم نفسك شويه، تشرب شويه ميه، تاكل حاجه على امل ان هو يرجع زي ما كان تاني. طيب، طب النبات بيتنفس عن طريق فتحات صغيره في الاوراق اسمها الثغور.
بيتم عن طريقها تبادل الغازات. وهنا كنا واخدين في اولى اعدادي معلومه بتقول ان حوالين الصغور في خلايا اسمها الخلايا الحارسه. برافو. وديت مسؤوله عن فتح وغلق الصغور ليتم دخول وخروج الغازات. بس هو هنا ما اتكلمش عن خلايا الحارسه. فبيقول لك اما في النبات لا يمتلك جهاز تنفسي متخصص، وانما عنده فتحات طبيعيه في الاوراق اسمها الثغور بيتم عن طريقها تبادل الغازات، وان في حاجه اسمها الخلايا الحارسه عامله زي الحارس اللي واقف على باب المدرسه عشان يشوف مين اللي يدخل ومين اللي يخرج، ان الطالب ما يخرجش لوحده، نازل مثلا معاه ولي امره او معاه ما يثبت ان هو هيخرج كده يعني. ف ما اتكلمش على بقيه الكائنات. احنا كنا واخدين مثلا الاسماك بتنفس عن طريق الخياشيم، الحشرات عن طريق القصيبات الهوائيه، لا هو ركز على الانسان والنبات. طيب برضه حتى الان ما قالش حاجه جديده. ما هو ده بيمهد لك، بيقول لك ان التنفس غير التنفس الخلوي، فراح كاتبها لك تحت ايه كاستنتاج يعني ان تختلف عمليه التنفس التي يتم فيها تبادل الغازات بين الاكسجين اللي داخل وثاني اكسيد الكربون اللي خارج، واللي بيتم عن طريق الرئتين والصغور على اساس الامثله اللي هو جايبها، عن التنفس اللي بيتم في الخلايا. لان التنفس اللي بيتم في الخلايا اسمه التنفس الايه؟ والهدف منه الحصول على الهدف منه الحصول على الطاقه. فهو يعني بيقول لك عشان الاثنين اسمهم تنفس، واحده تنفس عادي اللي هو تبادل غازات، ثاني تنفس خلوي، فابتدى يشرح لك يعني ايه التنفس عشان يقول لك لا مش هو. طب ما احنا عارفين، لو لازم يقول لك لا عارف التنفس ده بتاع الاكسجين مش هو بقى يا اخوي. الله، طب ما احنا واخدينها السنه اللي فاتت، كانت تخش في الموضوع على طول. فابتدى يجيب لك معلومه جديده. اولا بما ان تبادل الغازات بيبقى بين الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، هما الاثنين دول بس، دخل اكسجين وخرج ثاني اكسيد الكربون، فاحنا عايزين نكشف عنهم. في طريقه كنا واخدينها بنكشف بيها عن ثاني اكسيد الكربون، وهي ماء الجير الرائق. شوف خطفها ازاي، شوف سبيد لايك لايتنج، سريع زي البرق. وهي ثاني اكسيد الكربون ده امبارح طلعوا عين عشان يقولوها، تخيلوا يا جماعه واخدينها قبل كده يحمي يا جماعه طريقه سهله نكشف عن ثاني اكسيد الكربون، بس قالوها في الاخر يعني الحمد لله. ولكن هنا يعني ما شاء الله الواد ايه، طبعا قالوا لك امبارح وانت عارفها. طيب طالما حلف خلاص. اللي هو ماء الجير الرائق، ولما قعدنا نقول اللي عنده ثاني اكسيد الكربون محيره يجيب له ماء الجير الرائق وياه ويعكره، فيتعكر ماء الجير الرائق عند امرار ثاني اكسيد الكربون فيه. فبيقول لك اهو يتعكر محلول ماء الجير الرائق عند امرار ثاني اكسيد الكربون فيه. ان حتى ماء الجير اللي كان رايق ما سيبناهوش رايق. نا طب ما تسيبه رايق، حتى لازم تعكنن عليه كده وتعكره. ونا نا 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 فايد ليه؟ فمفيش حد يا ابني حد سايبه في حاله، حتى ماء الجير الرايق عكرناه. فما تزعلش ان انت الحكايه ملخبطه معاك، هي الوضع مش مستقر الفتره اللي فاتت، حتى ماء الجير يا عيني ما سيبناهوش رايق. طب الاكسجين دي احنا ما خدناش قبل كده. عشان نكشف عن الاكسجين محتاجين ماده اسمها ازرق الميثيلين. ازرق الميثيلين، لا مش الممثلين، ازرق الميثيلين، ودي لونها ازرق. الله عليك الله. صبغه ازرق الميثيلين اللي سبحان الله لونها ازرق بيبتدي لونها يختفي، يعني يفتح تدريجيا كل ما الاكسجين يقل. يعني انت بيبقى الاول ازرق غامق، لو الاكسجين قل يبتدي لونها يفتح، قل كمان يفتح كمان، ولو لونها بقى شبه الميه يبقى ما فيش تقريبا اكسجين في المكان. يعني بيستخدموا الطريقه دي زمان في المستشفيات، يعلقوها كده على الحيطان علشان يقيسوا نسبه الاكسجين اللي موجوده، علشان يبقوا عارفين المناطق دي بيبقى الاكسجين قليل، فما يحطوا اي حاجه عشان الناس ما توقفش في المكان ده. وطبعا كانوا بيختاروا مكان المستشفى ازاي؟ تخيل الطريقه، لان ممكن يختاروا مكان المستشفى يبقى الرياح فيه مش حلوه، كان يجيبوا حته لحمه ويحطوها على خشبه وسط الارض اللي مقترح يتعمل فيها المستشفى، وفي ارض كمان عايزين يعملوا او دي يحطوا حته لحمه ويعلقوها على خشبه كده، ويبتدوا يشوفوا مين حته اللحمه اللي هتقعد فتره عبال ما تبوظ ويتعمل هنا المستشفى، يبقى المنطقه دي الهواء بتاعها نظيف والهواء بيتجدد فاللحمه ما باظتش بسرعه. مش زي دلوقتي يبني هنا مستشفى
طب افرض جنبها موقف ودخان يعني خلاص. فحسن اختيار المكان بيبقى. اما دلوقتي زي ما حصلت في كوالالمبور، كان في حفره في الارض، كل شويه واحد يقع فيها، فتيجي الاسعاف تنقله المستشفى، والمستشفى كانت بعيده. بعد كام يوم واحد يقع في نفس الحفره، فجابوا المسؤول بتاع كوالالمبور قالوا له نعمله ايه؟ الحفره دي كل شويه حد بيقع فيها والمستشفى بعيد. قال لهم خلاص نبني مستشفى جنب الحفره. مش نسد الحفره؟ ايه نسد الحفره دي؟ ايه الافكار الغريبه دي؟ احنا نبني مستشفى جنب الحفره بحيث اللي يقع نروح مدخلين المستشفى على طول. او نسد الحفره دي ونبني حفره تاني جنب المستشفى. ادي الافكار. ده مسؤول ده بقى. ده مسؤول. نسد الحفره دي ونحفر حفره تاني جنب المستشفى اللي هناك بحيث اللي يقع يبقى جنب المستشفى. مش يقول لك سد الحفره. ايه ده؟ ايه الافكار الغريبه؟ والله ده يعني. طيب فبيقول لك اهو يزول لون ازرق الميثيلين تدريجيا عند غياب الاكسجين من الوسط المحيط. يعني لونه بيبقى ازرق غامق، لو الاكسجين قليل لونه يفتح شويه، تقريبا ما فيش اكسجين لونه بيبقى شبه لون الميه كده شفاف. ودي طريقه حلوه عشان نكشف بيها عن غاز الاكسجين. حتى في البيت لو عرفت تجيبه وتحطه كده في كل الاوض وتشوف اهم اوضه بيبقى الاكسجين فيها متجدد كده وكتير وحلو كده، يبقى القعده فيها منعشه. طب ايه بقى اللي في النص ده؟ حاجه اسمها الجير الصودي. الجير الصودي ودي ماده بتمتص ثاني اكسيد كربون. ماده بتمتص ثاني اكسيد الايه؟ كربون. لا طب ما دي كده زي النبات. لا طبعا ما تجيش زي النبات. ليه؟ لان النبات بيمتص ثاني اكسيد كربون ويحوله لاكسجين. ما دي روعه خلق الله. هو مش بياخد ثاني اكسيد كربون يخزنه جواه وخلاص، ده بياخد ثاني اكسيد كربون ويحوله اكسجين. زي الفكره اللي العلماء حاولوا يقلدوها البناء الضوئي الصناعي اللي خدناه في اولى اعدادي، ان هو بيجيبوا شجر صناعي يمتص ثاني اكسيد كربون وهو جواه هيدروجين، يتفاعلوا مع بعض يحولوها لطاقه صديقه للبيئه ما تلوثش، يبقى احنا اتخلصنا من. طب ما تزرع اخويا شجر احسن. بس انت عارف اللي هو عايزين يعاندوا وخلاص. مش الزراعه دي حاجه طبيعيه ربنا عملها؟ لا احنا بقى مش هنصنع احنا شجر صناعي يخلصنا من ثاني اكسيد كربون، بس مش هيديك اكسجين، بس هيديني طاقه. ماشي بس ومال، بس ازرع كده واعمل كده ويبقى الاثنين جنب بعض. طيب فالجير الصودي ومحلول هيدروكسيد الصوديوم. الجير الصودي ومحلول هيدروكسيد الايه؟ الصوديوم. بس هو المفروض الجير الصودي بيتكون من هيدروكسيد الصوديوم واكسيد الكالسيوم. يعني المفروض هو يقول لي الجير الصودي اللي هو هيدروكسيد الصوديوم واكسيد الكالسيوم مع بعض، ولكن هو هيقولها كمان شويه. دي مواد بتمتص ثاني اكسيد الايه؟ الكربون من الوسط المحيط، بس بتمتص بيه وتخليها جواه، مش هتحوله لحاجه ثانيه. هتمتصه بقى يعني بنستخدمه في التجارب زي ما هنشوف دلوقتي عشان تمتص لنا ثاني اكسيد كربون ونشوف يا ترى بقى هيحصل ايه في التجربه. طيب يبقى معانا 3 معلومات منهم 2 جداد. ان ثاني اكسيد كربون بنكشف عنه ان هو بيعكر ماء الجير، دي قديمه. الاكسجين ازرق الميثيلين يختفي لونه تدريجيا عند غياب الاكسجين. وان الجير الصودي ومحلول هيدروكسيد الصوديوم بيمتصهم ثاني اكسيد الكربون من الوسط المحيط. طيب طبعا هو كاتب الملحوظه دي على اساس ان في طلبه مصحصحه هتقول لك يا استاذ ماء الجير الرائق ده كان اسمه كربونات الكالسيوم. طب ايه الفرق بين ماء الجير الرائق والجير الصودي؟ ماء الجير الرائق اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم هو ماده اسمها هيدروكسيد الكالسيوم، بينما الجير الصودي زي ما قلنا من شويه هيدروكسيد الصوديوم مع اكسيد الكالسيوم، مش هيدروكسيد بقى، اكسيد الكالسيوم.
بينما الجير الصودي عباره عن خليط صلب من هيدروكسيد الصوديوم واكسيد الكالسيوم. طبعا انت ناسي اصلا ان ماء الجير الرائق اسمه هيدروكسيد الكالسيوم. خلاص، فهو حب يفكرك، وفي نفس الوقت بقت معلومه انت لازم تحفظها. لو قال لك الاسم العلمي لماء الجير الرائق هتقول له هيدروكسيد الكالسيوم، لان هو عباره عن كربونات كالسيوم بندوبها في ميه. بينما لو سالك الجير الصودي بيتكون من ايه هتقول له هيدروكسيد صوديوم واكسيد كالسيوم. طب مستر احنا في الاحياء، ايه دخل الكيمياء في الموضوع؟ عادي، ما هو المعلومات كلها بتبقى مرتبطه ببعض. هو بيجيب لك معلومه قديمه، ودي الطريقه اللي هتشتغل بيها حتى في العلوم المتكامله في ثانوي. انه اي حاجه مرتبطه بالدرس يجيبها، فيزياء، كيمياء، احياء، جيولوجيا، يجيبها وخلاص. طيب، هنعمل تجربه علشان نعرف بيها او ناكد بيها ان البناء الضوئي بيشتغل نهارا، وان التنفس طول اليوم بالنسبه للنبات. طيب ركز بقى عشان التجربه دي جميله، فيها حتت حلوه كده للناس المصحصحه. طبعا انت هتجيب زرعه، هو هنا بيقول لك قصيص اللي هو يعني نبات يعني، وهتحط ناقوس زجاجي اللي زي ما قلنا شبه الكوبايه الكبيره كده، وهتحط معاه ماء جير رائق، وتشوف الصبح ايه اللي هيحصل لماء الجير رائق، وبالليل ايه اللي هيحصل لماء الجير رائق. طيب تعال نشوف الصبح. طبعا الناقوس زجاجي يعني الضوء هيعدي، فالنبات هيتنفس، فياخد شويه اكسجين من اللي موجود جوه الناقوس، لان الناقوس جوه هواء، فياخد شويه اكسجين ويروح مخرج ثاني اكسيد كربون، يروح واخدهم تاني ثاني اكسيد كربون عشان يعمل بناء، ويروح مطلع اكسجين، ويروح واخد منه شويه صغيرين يتنفس بيهم، ويطلع ثاني اكسيد كربون، يروح واخدهم تاني ويعمل بيهم بناء ضوئي. فهل ماء الجير هيتعكر الصبح؟ قالك لا، يظل محلول ماء الجير رايق. ليه؟ عشان انا بستهلك ثاني اكسيد كربون في عمليه البناء الايه؟ الضوئي. اهو النبات الشمس جت عليه، هو طبعا الاول عمل عمليه تنفس فخد شويه اكسجين من الناقوس اللي جوه وطلع ثاني اكسيد كربون. فلما طلع ثاني اكسيد كربون قالوا لا تعالى تاني بقى نعمله بناء ضوئي، راح واخده وعامل بناء ضوئي ومطلع اكسجين، وراح واخد شويه اكسجين صغيرين يتنفس بيهم، وراح مطلع ثاني اكسيد كربون. لسه ثاني اكسيد كربون رايح يعكر ماء الجير، قال له تعالى انت رايح فين؟ نعمله بناء ضوئي. فراح واخد ثاني اكسيد كربون عامل بيه بناء ضوئي ومطلع اكسجين، ويروح واخد منهم شويه صغيرين يتنفس بيهم، ويروح مطلع ثاني اكسيد كربون. لسه رايح ثاني اكسيد، انا قلبت عبد الحليم، ويروح ثاني اكسيد كربون علشان يعكر ماء الجير، انت رايح فين؟ تعالى لي، وهكذا 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 طول النهار، فيظل رايق لاستهلاك النبات ثاني اكسيد كربون في عمليه البناء. طب بالليل بص معايا، بالليل مفيش بناء ضوئي، بس طبعا طول اليوم النبات قاعد يطلع في اكسجين، قاعد يطلع في اكسجين، قاعد يطلع في اكسجين، وياخد منهم شويه، انا بنسجل، وياخد منهم شويه يتنفس بيهم، ويروح مطلع ثاني اكسيد كربون. حد هياخد ثاني اكسيد كربون ده؟ لا. فيروح متنام، فيبقى ثاني اكسيد كربون طالع، يروح واخد شويه اكسجين ويطلع ثاني اكسيد كربون، وياخد اكسجين ويطلع ثاني اكسيد كربون، تبتدي نسبه ثاني اكسيد كربون تزيد تزيد تزيد، فتعكر محلول ماء الجير. ليه؟ لوفرة غاز ثاني اكسيد كربون الناتج من عمليه التنفس. مفيش بقى بناء ضوئي يقول له تعالى لي عشان نعمل بناء ضوئي، لا، ده ثاني اكسيد كربون كميته كبيره، قاعد يطلع في ثاني اكسيد كربون، قاعد يطلع في ثاني اكسيد كربون، قاعد يطلع في ثاني اكسيد كربون، فبالليل اتعكر ماء الجير، وده معناه ان التنفس شغال صبح وليل. بس الصبح الثاني اكسيد كربون اللي بيطلع في التنفس النبات بياخده تاني في عمليه البناء الضوئي. طيب نفس النبات ونفس الناقوس، بس المره دي هنحط بقى نكشف عن الاكسجين، فهنستخدم ازرق الميثيلين. فقال لك هتجيب نفس القصيص وتغطيه بالناقوس وتحط ازرق الميثيلين. طبعا هو الافضل، وانت هتجيب بقى نبات تاني وكده بس عشان دقه العلماء يعني يجيبوا نبات تاني وناقوس تاني وكده يعني، او يعملوا الثلاث تجارب في نفس الوقت، وده يركز هنا وده يركز هنا وده يركز هنا، ايا كان يعني. المره دي جبنا ازرق الميثيلين. طيب نهارا نفس اللي حصل فوق، النبات الاول هيتنفس وياخد اكسجين،
ويطلع ثاني اكسيد كربون، يروح واخدهم يعمل بيهم بناء ضوئي، يروح مطلع اكسجين كتير ياخد منه شويه ويطلع ثاني اكسيد كربون، يروح واخده في البناء الضوئي ويطلع اكسجين، يطلع اكسجين، هو بيطلع اكسجين كتير وياخد منه شويه عشان يتنفس بيهم. فالصبح لا يحدث تغير في لون ازرق الميثيلين لان كميه الاكسجين الناتجه من البناء الضوئي كبيره لوفره غاز الاكسجين الناتج من عمليه البناء الضوئي. لان النبات الصبح بيتنفس وبياخد اكسجين وبيطلع ثاني اكسيد كربون، بس بياخد اكسجين قليل لان النبات كان بسيط، وثاني اكسيد كربون اللي بيطلعه راح واخده تاني يعمل بيه بناء ضوئي ويدي اكسجين كتير ياخد منه شويه، كان يدي كتير وياخد شويه ويدي كتير وياخد شويه، فعلى اخر اليوم بيبقى في وفره من غاز الاكسجين. طب بالليل نفس اللي حصل الصبح، نفس اللي حصل في التجربه الاولانيه. بالليل مفيش بناء ضوئي بس كان في وفره من الاكسجين طول اليوم النبات بيعمله، يروح واخد منه شويه يتنفس بيهم ويطلع ثاني اكسيد كربون، ويروح واخد كمان شويه اكسجين يتنفس بيهم ويطلع ثاني اكسيد كربون، وياخد كمان شويه اكسجين، ياخد اكسجين ياخد اكسجين ياخد اكسجين، فنسبه الاكسجين بايه؟ عشان كده اللون هيبتدي يختفي. فبيقول لك يزول لون محلول ازرق الميثيلين تدريجيا، او يزول لون ازرق الميثيلين تدريجيا عشان حبايبنا في السودان لغياب الاكسجين الذي يستهلك في عمليه التنفس. الاكسجين اللي كان كتير اللي كان فيه وفره، بس بالليل ما فيش بناء ضوئي فيبتدي بقى النبات يستخدمه فيبتدي يزول لون المحلول تدريجيا. طب افرض اللون اختفى والاكسجين خلص النبات يموت. ده لو يعني عشان لو قال لك ماذا يحدث عند زوال لون المحلول بالكامل هتقول له يتوقف النبات عن التنفس ويموت. طب ما احنا كده مره استخدمنا كاشف ثاني اكسيد كربون ومره استخدمنا كاشف الاكسجين، ثالث مره بقى عايزين نحط الجير الصودي اللي بيمتص ونشوف النبات هيعرف يعمل بناء ضوئي ولا لا. هل النبات هيعرف يعمل بناء ضوئي ومفيش ثاني اكسيد كربون، ولا هو مين اللي هيسحبه الاول؟ هل الجير الصودي هيسحب ثاني اكسيد كربون ولا النبات هيسحب ثاني اكسيد كربون يعمل بناء ضوئي؟ سباق سرعه. لا الجير الصودي. طيب هنجيب بقى طبق جير صودي ونحطه جوه قصيص ونغطيه بالناقوس الثالث مره يعني. الصبح النبات هيتنفس فهياخد اكسجين ويطلع ثاني اكسيد كربون، يروح واخده بسرعه في عمليه البناء الضوئي، قال لك ما بيلحقش، يمتص الجير الصودي ثاني اكسيد كربون من الهواء الناقوس. طب يعني هو الجير الصودي بيسبق النبات في انه ياخد ثاني اكسيد كربون؟ سرعه امتصاص الجير الصودي ثاني اكسيد كربون كبيره، بيمتص معظم ثاني اكسيد كربون، فالنسبه اللي موجوده لا تكفي اتمام عمليه البناء الضوئي. فبيقول لك نهارا تتوقف البناء الضوئي لانخفاض تركيز ثاني اكسيد كربون بشكل ايه؟ بشكل كبير. بس التنفس شغال. طب ليه التنفس شغال؟ هو بياخد اكسجين ويطلع ثاني اكسيد كربون، يروح واخد الجير الصودي فهيتنفس اكسجين، هو الجير الصودي ما جاش يم الاكسجين، راح واخد اكسجين ومطلع ثاني اكسيد كربون، يروح واخد الجير الصودي فيبتدي ياخد في الاكسجين فالتنفس شغال عادي. بس الجير الصودي في حد بيسرقه. ماما تحمر البطاطس وتروح حاطه مطلعه المعلقه وحطها في الطبق، تلف عشان تطلع المعلقه الثانيه ترجع ايه ده البطاطس راحت فين؟ تبقى انتوا بقى ايه الكتاكيت الصغيره او الكفته، عارفين كفته الرز الطويله دي اللي ماما بتحمرها نقعد ناكلوها عادي، كهرب الطبق بقى بعد كده تبقى ماسكاه في ايديها انت تطلع ايدك تقول كلوا يا حبايبي انا اعمل لكم تاني ايوه راح عاملها كده وانتوا صغيرين لسه براءه الاطفال يعني. اما دلوقتي بقيتوا ايه؟ دلوقتي خلاص الهموم زادت خلاص. لا الهموم زادت لان احنا لبسنا هموم اتقل علشان الدنيا ساقعه يعني، فالهموم بقت كتيره يعني. هموم عجزتم ما انتوا خلاص يا عيني يا ابني انت عند ثانيه اعدادي. الله اكبر. نعم. طب بالليل بقى برضه التنفس شغال عادي لان النبات بيتنفس ازاي؟ بياخد اكسجين ويطلع الجير الصودي ياخده ما ياخده.
اروح انا واخد اكسجين ونطلع ثاني اكسيد الكربون، ناخد اكسجين، فبالليل هتستمر التنفس بس هتقف. امتى هتقف؟ زي ما قلنا من شويه، لو خلصنا الاكسجين. لو الاكسجين خلص بس خلاص. طب ليه هنا قال لي بقى ان هتقف بعد فتره غير التجربه الاولانيه والثانيه؟ لان في التجربه الاولانيه والثانيه النبات لما كان بيتنفس وياخد اكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون كان بياخد ثاني اكسيد الكربون ويعمل بيه بناء ضوئي ويطلع لي اكسجين ايه؟ ثاني. لكن النبات هنا مش هيعمل بناء ضوئي، فكميه الاكسجين اللي موجوده محدوده، هيفضل ياخد منها ياخد منها ياخد منها لغايه لما ايه؟ لغايه لما تخلص. بينما في اول حالتين كان النبات بيعمل بناء ضوئي وكانت فيه وفره، حتى كنا بنقوله ايه؟ وفره الاكسجين الناتج من عمليه البناء الضوئي. هنا مفيش بناء ضوئي، وقفت البناء الضوئي لان الجير الصودي بايه؟ بيخطف ثاني اكسيد الكربون، فالنبات ما بيلحقش يعمل بناء، ولو عمل بناء ضوئي بيبقى ضعيف وقليل، مش هيطلع كميه اكسجين كتير. طيب النبات مش ايه؟ ممكن النبات يموت لو الاكسجين خلص، خلاص النبات مش هيلاقي حاجه يتنفسها ويموت. معلومه سهله بتقول ان بالمختصر المزيد في عمليه البناء الضوئي، في عمليه البناء النبات بياخد ويتخلص قديم، وان في عمليه النبات بياخد ويتخلص قديمه برضه. ما قلتش انت حاجه جديده. في التنفس النبات بياخد اكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون، في البناء الضوئي بياخد ثاني اكسيد الكربون ويطلع الاكسجين. بس عايز يقول لك ان دول عمليتين مختلفتان، ان زي ما قلنا كان في ناس فاكره ان البناء الضوئي هو ده طريقه التنفس بتاع النبات، عشان كده كل ما نيجي نقول لك النبات بيتنفس ايه تلاقي ناس تقول لك ثاني اكسيد الكربون. انت متبرمج على كده من وانت صغير، انت عندك اعتقاد ان النبات مش بيتنفس زينا ولا زي الحيوانات، انت بالنسبه لك النبات بيتنفس اللي هي البناء الضوئي، البناء الضوئي دي هي دي التنفس. لا، النبات بيتنفس زيه زينا بالظبط، بس الكميه اقل. بس المتفوق علينا بقى في عمليه البناء الضوئي، هو بيخلصنا من ثاني اكسيد الكربون الزياده وبيطلع لنا الاكسجين. بس اول ما تسمع كلمه تنفس اي كائن ياخد ايه؟ اكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون. بس النبات بقى بيروح واخد ثاني اكسيد الكربون اللي هو طلعه مع شويه كمان من اللي احنا طلعناه ويبدلهم لك باكسجين. يعني صباح الدلع، كائن كده ربنا خلقه علشان يدلعنا كده. ايوه بقى دلعني كده اهو، من غير ده غير بقى بيتحول لثمار وفاكهه واعشاب وحبوب وبذور. فربنا سخر لنا الكون في خدمه الانسان، وده اختبار. ربنا هيختبرنا بقى، هل انت بقى بوظت الدنيا لوثت الدنيا؟ هل كنت مفيد لدينك وبلدك واهلك ونفسك، ولا كنت مؤذي، ولا كنت شخص شرير، ولا كنت لان كل ايه؟ كل نفس بما كسبت رهينه. انت كل حاجه عملتها في رقبتك هتتحاسب عليها. طيب سؤال جميل بصراحه، تعالوا نفكروا فيه مع بعض. هو جاب لك حالتين، جاب لك فار حطه جوه الناقوس وجاي معهوش اي حاجه، الفار لوحده جوه الناقوس ومعاه شويه الهواء اللي جوه الناقوس، وقعدنا نشوف بعد يومين لقينا الفار مات. طبعا هنا ان نسبه الاكسجين ثابته، كانت ثابته، وابتدى الفار يستهلكها لغايه لما خلصت، فايه؟ اتخنق ومات. طب ليه هنا بقى ما ماتش؟ قال لك لان النبات بيعمل عمليه البناء وياخد ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع ويحوله لاكسجين، فبقى فيه وفره من الاكسجين، فبعد يومين ممكن تلاقي الفار عايش. بس لو سبته اكتر من كده ممكن يموت. ليه؟ على اساس بالليل هو في وفره من الاكسجين، بالليل في وفره من الاكسجين اللي النبات بيعملها طول اليوم، بس الاثنين بيتنفسوا. خلاص، فدي لها شروط. الفار حجمه كبير ولا صغير؟ هل فعلا حجم الناقوس يعني كميه الاكسجين اللي جوه كان كتير ولا قليل؟ بس هو هنا يعني بغض النظر ان هو اليومين ممكن يبقوا كتير والفار ما يستحملش اليومين، بس الفكره هو عارف، انت هتفهم وجهه نظره ان النبات الصبح هيعمل بناء ضوئي وينتج اكسجين بكميه كبيره تكفيه بالليل، يحوش الاكسجين بتاع الصبح عشان يكفيه بالليل. زي كده لما يقول لك ايه، الميه هتقطع طول الليل، فماما هتحوش شويه ميه
يكفونا بالليل، اللي عايز يتوضى، اللي عايز يستحمى، عايز تغسل المواعين، حد عايز يشرب، تخزن شويه ميه يكفونا بالليل. يقول لك الميه هتيجي بكره ان شاء الله الصبح، فخزنوا ميه. نفس الفكره. طيب سؤال كمان، معانا 3 حالات. معانا ورقه شجره اهي جوه النبات، لازقه في النبات، بس احنا ثبتنا كده بواسطه حامل دوره، قفلنا الدوره وجواها محلول هيدروكسيد الصوديوم. فورقه الشجره دي معاها محلول هيدروكسيد الصوديوم، دي الدوره 2. الدوره 3 معاها ورقه نبات خضراء برضه بس معاها ميه عاديه. والورقه الاولى ورقه خضراء بس غطينا اجزاء منها بشريطه سوداء. طيب هل رقم 1 هتكون نشا؟ هتكون نشا في الاجزاء الخضراء المكشوفه. الاجزاء الخضراء المكشوفه هتعمل بناء ضوئي وتكون نشا، بينما الاجزاء المغطاه مش هتعمل بناء ضوئي ومش هتكون نشا. طيب اهل دوره من دولت هيتوقف عن البناء الضوئي؟ 2. ليه؟ لان محلول هيدروكسيد الصوديوم هيمتص ثاني اكسيد الكربون فتتوقف عمليه البناء الضوئي. بينما في رقم 3 مش هتتوقف البناء الضوئي لان الميه لا تمتص ثاني اكسيد الكربون. هتلاقي الاجابه مكتوبه عندك كده اللي احنا قلناه. طيب واخيرا وصلنا لعنوان الدرس، هو التنفس الخلوي. يا وجع مرمرمه، ما انا قلت لك هنقعدوا ياما نمهدوا من التنفس الخلوي مع ان ده عنوان الدرس اصلا. تعريف التنفس الخلوي اللي هو بقى مش ملخص بقى، لم لك كل اللي قلناه طول الحصه. فقال لك عمليه هدم جوه الخلايا الحيه. هنهدم ايه؟ جزيئات المواد الغذائيه الكبيره في العدد اللي هي كسكر الجلوكوز، لان احنا معظم الاكل بنحوله زي ما اتفقنا في وجود غاز، وزي ما قلنا في الكيمياء ان احنا هنرتب الذرات عشان نكون جزيئات بقى صغيره شويه اللي هي ثاني اكسيد الكربون اللي بينتج والميه، مع الاهم بقى واحده فيهم انطلاق الطاقه في صوره جزيئات اسمها ATP. لان احنا دايما كنا بنقول ان ATP دي هي الطاقه اللي الانسان بياخدها. طبعا هنا روعه الموضوع ان انت جبت جلوكوز اللي هو غذاء مهضوم وكسرته وهدمته في وجود الاكسجين وطلع لك طاقه، اللي هي الطاقه دي جت منين؟ تخيل اننا بنحول الغذاء لطاقه، ودي بقى قدره الله عز وجل، ان الكيمياء اللي بتحصل جوه الجلوكوز ولما يتهدم والاكسجين موجود يتحولوا لطاقه. فعشان كده مصدرك الاساسي للطاقه والغذاء. يقول لك كل علشان تبقى قادر تتحرك، قادر تفكر، قادر تشتغل. لان انت لو ما اكلتش جسمك هيبقى همدان. ليه؟ مفيش طاقه. بس خلي بالك ساعات الجسم بيبقى همدان لنقص فيتامينات معينه، لان في فيتامينات معينه جوه الجسم محتاجه علشان تدي طاقه. الدم لازم يبقى تكوينه في حديد، عشان الحديد ده بيزود نسبه الهيموجلوبين ويخليها نسبتها حلوه وطبيعيه فينقل الاكسجين للخلايا. يعني في واحد يقول لك انا بناكل بس دايما حاسس ان انا همدان، يبقى انت في عناصر غذائيه ما بتاكلهاش، اللي هو ما بناكلش السمك ما بناكلش الكبده، ما بناكلش السبانخ، ما بناكل، لان ساعات بيبقى الحاجات اللي انت ما بتقدرش تاكلها دي فيها عناصر غذائيه بتساعد بشكل مباشر او غير مباشر في تكوين الطاقه. فلو حضرتك ما اكلتهاش الطاقه في جسمك هتقل، فتبقى انت واكل بس ما عندكش طاقه. ليه؟ في عناصر غذائيه ناقصه، عامله زي الناس واقفه في الموقف بس ما فيش ولا عربيه تنقلهم، هيفضلوا واقفين، ما فيش عربيات، ما فيش اتوبيسات، يبقى يا فرحتي الناس واقفه في الموقف بس ما فيش اتوبيسات تنقلهم. طيب او العكس، الاتوبيسات موجوده بس انت ما اكلتش، يقول لك بس هات الغذاء وانا هنحوله لطاقه، تعالى بس وهنوصلك. فلازم الاثنين مع بعض. فعمل لك المعادله دي بطريقه نمذجه، ان ده جزيء الجلوكوز هنعمل له عمليه هدم فهيتحول اهم حاجه لطاقه، ومعاها بقى ميه وثاني اكسيد كربون كناتج ثانوي الجسم مش محتاجه، فثاني اكسيد كربون بيخرج في عمليه الزفير والميه بتخرج في عمليه معادنه، وتحصل انت بقى على الطاقه
طب بتحصل فين؟ المفروض بتحصل في الميتوكوندريا. قال لك بقى في الميتوكوندريا وفي السيتوبلازم. طبعا لازم يزود لك ايه؟ معلومه حته كده. فبيقول لك بتتم في السيتوبلازم وفي عضيات الخليه اللي اسمها الميتوكوندريا. عشان كده بدايه حصتنا المره الجايه باذن الله تركيب الميتوكوندريا. هنقف لغايه هنا. بيج بامبرز 241.